كثيرة جدا، انه انا رأيت ثعبان في غرفة النوم، شفت امرأة تنام بيني وبين زوجي، شفت امرأة سوداء في داخل الدولاب، شفت حية فوق الدولاب، شفت حية في التسريح، شفت كذا شفت كذا، شفت مرحبا يا محمد الحربي نورت، شفت مسامير مثبتة في السرير، شفت دم يخرج من السرير، شفت كذا. كل هذه تدل على انه في احد دخل غرفة النوم وحاسد او عائن او وضع امر من امور السحر والشعوذة في غرف النوم، فتأذيتوا انتم. على اي اساس نصل الى هذه المرحلة؟ الضيف وين حده؟ الضيف بالمجلس، بصالة النساء، بغرفة النساء، بالاماكن اللي تخصهم، اجلكم الله بالدورات المياه المشتركة. اما غرف النوم فتحديدا لا يدخلها احد ابدا، حتى الخادمة إذا بتدخل، العامل المنزلي إذا تدخل الزوجة معها حتى تخلص شغلها وتطلع. إذا طلعت تقفل غرفة النوم. وأنا بعد أقول لكم ترى في ناس أعرفهم حطوا رقم سري غرف النوم، شو اسمه، المفتاح الذكي. أنا والله ما هو بعندي، أنا عندي مفتاح من الأولاد ذاك أبو سكروبيه. ترى لا تفكروا إني أنا في IP، ترى مو في IP ولا شيء، بس بقول لكم أنتم في ناس جابوا المفتاح الذكي اللي هو بالأرقام السرية. غرفة النوم بأرقام سرية، من تطلع الحرمة انقفل الباب ورا، ما حد يدخله. يجي الزوج رقم سري 2 6 7 8 طق ويدخل، الزوجة كذلك 2 6 7 8 وتدخل غرفتها. يعني مو مفتاح عشان ما تقعدوا تشيلونه، بالبصمة برقم سري. والله إني أوصيكم وصية، نعم للدرجة هذه وأكثر من الدرجة هذه. ولا يعرف كلامي إلا من أوذي. كلامي هذا ما راح يقدره أحد ولا راح يعترف فيه أحد، وكثير جدا بيعارضوني، كثير جدا، وأنا أعرف هذا الشيء. لكن اللي بيعارض أسأل الله أنه ما يوقع فيما وقع فيه الآخرين من أذى حتى يعرف إيش معنات كلامي. في ناس تأذوا وأنتم تعرفون أن كلامي صح. من غرفة النوم تجي واحدة وتدخل وتحط لها شيء بغرفة النوم وتطلع، أو أحد يدخل وكذلك التصوير. غرف النوم خاصة، لا تصور غرفة النوم، لأن هذا المكان خاص فيك أنت وزوجتك. اللي متزوج 2، اللي متزوج 3، اللي بكيفك، إن شاء الله تتزوج 4. غرفة النوم خط أحمر، حط لها مفتاح سري، ما حد يدخل غرفتك أبدا بأي حال من الأحوال، حتى تكونون دائما بخير وسليمين. البسملة، كلمة التوحيد، قراءة سورة الفاتحة، قل أعوذ برب الفلق. من حرص منكم على قل أعوذ برب الفلق، تركب سيارتك وانت رايح دوامك، تسمي بالرحمن وتبدأ تردد في قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق حتى تصل مكتبك في دوامك، وانت معود. إذا تذكرت برضو تقرأ في قل أعوذ برب الفلق حتى تصل البيت بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أي شيء بداخلكم بخاطركم أو لا سمح الله تعانوا من أمراض أو من أشياء أنتم ما تعرفون وش هي، بمشيئة الله سبحانه وتعالى تزول تماما. ترى والله يا جماعة الخير أنتم ما تحتاجون، زي ما قلت لكم، وهذا بثنا، أسأل الله لكم من البثوث المباركة، أنكم ما تحتاجون رقاه بحياتكم كلها. لكن إذا احتاج الإنسان الراقي يكون مرة واحدة يزوركم بالبيت أو تزورونه، يفك لكم شفرة البلاء أو يساعدكم في بداية الأمر حتى تنطلقون، وبعدين تبدون في مراحل حياتكم بنفسكم، ما تحتاجون أحد. طيب، في نقطة مهمة جدا أنا زكنت عليها كثير جدا وبرجع أزكن عليها مرة ثانية، اللي هو المشي حافي الأقدام. إن استطعتوا كان بها، ما استطعتوا جيبوا كمية ملح خشن. اللي يقول أنا ما أقدر أمشي في البر، أو والله البر بعيد عني، أو ما أحب أمشي حافي الأقدام خارج البيت، أبغى أكون في بيتي، جيب لك ملح خشن وجيب لك صحن، ما إحنا نسميه صحن، ما أدري، إناء، طشت، كل واحد يسميه بالاسم اللي يبغاه، اللي هو وعاء ينحط فيه كمية ماء تصل إلى منتصف الساق، ثم تحط فيه ملح خشن، صب فيه ملح خشن كمية كبيرة جدا، كيس تقريبا أبو 5 إلى أبو 10 ريال خشن، ثم تضع أقدامك عليه وتبدأ تحرك الأقدام على الملح. فإذا كان فيه لو لا سمح الله سحر مرشوش أو آلام بالأقدام أو زلال أو مشاكل بالأعصاب، أسأل الله أن تزول تماما بوضع الأقدام على الملح مع تحريكهم، وكان حركة مساج مع قراءة قل أعوذ برب الفلق وسورة الزلزلة. نقرأ سورة الفاتحة، بعدين نقرأ سورة الزلزلة، بعدين نقرأ في سورة الفلق ونستمر عليها قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وتحركون الأقدام على الملح الخشن فترة من الوقت، يعني ما بين ربع ساعة إلى نصف ساعة في هالحدود، أو حتى يذوب الملح عندكم تتخلصوا منه في أي مكان. اليوم الثاني نفس الشيء، اللي بعده نفس الشيء، 3 أيام 4 أيام حتى تستقر أحوالكم والله من وراء القصد. أحد عنده سؤال منكم هنا على البث، سؤال مهم جدا غير الرؤيا، سؤال ما ذكرتها أنا، اسألوني. الرمل الطبي ينفع؟ نعم الرمل الطبي ينفع. رقية للأورام، الآية 104 حتى 108، وسورة الفاتحة في سورة طه، في سورة طه من 104 حتى 108 للأورام بصفة عامة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. التأخر في الحمل إذا كان بدون مبرر،
اذا كان تاخر في الحمل بدون مبرر، يعني كشفنا طبيا سوينا كل شيء سليمين ما في شيء ابدا، نجيب زي ما قلت لكم الماء والملح والمره ويصير منقوع فيه بقراءه سوره الفاتحه والزلزله، وباذن الله سبحانه وتعالى راح تجدون فيه. وفي واحده من الخوات تقول انها اظنها من المغرب امس، تقول انا سويت البرنامج هذا وحملت، ولكنها طبعا اسقطت، لكنها تم الحمل وهي 10 سنوات ما حملت بعد ما طبقت الماء والملح والمره والتنقيع فيه. النبض في الراس قراءه سوره الفاتحه وايه الكرسي على زيت زيتون، ودهن الراس ليليا 3-4 ايام، بعدين تسوون حجامه في هامه الراس وفي الاخدعين. اللي عندهم النبض في الراس او شوشره في الافكار او غبش بالعين بدون مبرر طبيا ما في على طول مباشره احنا نقرا سوره الفاتحه وايه الكرسي وسوره الزلزله على زيت زيتون، ويدهن فيها الراس، يفرك ليليا ويبقى الزيت عليه بما لا يقل عن 2 ساعة واكثر. بعدين بعد اسبوع اسبوعين في الحدود ونروح نحجم في الراس حجامه في مكان مختص بعد الكشف الطبي، حجامه في منطقه الراس وفي الاخدعين واسفل الظهر شوي على المنكبين. هذه تذهب مشاكل الراس باذن المولى سبحانه وتعالى. خمول الغده طبعا في الغالب علاجها ادويه طبيه نستمر عليها، ولكن في ناس قيل انهم استفادوا مشوا حافين الاقدام او طبقوا الماء والملح بفرك الاقدام عليه، وصارت عندهم بدل ما كانوا ياخذون مثلا 150 ملي تراجعت الى 50 ملي او الى 25 ملي، حتى ربما تزول باذن الله سبحانه وتعالى مع فرك منطقه الغده بزيت زيتون اللي عليه سوره الفاتحه وايات الشفاء. المنطقه هذه، وطبعا انتم تعرفون انه احنا ما نغفل عن التداوي الطبي ابدا، لازم من وجوده، هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى. احيانا حبه واحده تريحك وهذا شيء طيب. ما اعرف الصرع يقصدون الابهر، هذا له علاج خاص، له فصد وله حجامه وله له رياضه معينه. يا واحد فزعتك بدون خلاص ابشروا، اللي يقول يا واحد فزعتك ابشر. اي والله جزاكم الله خير، جزاك الله خير يا